السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رايحة على نيتي، رايحة اسوي اعلان، ويا ليتني كنت عارفة عن هذا الشيء قبل، كان فسويته. يعني ما فكرت اني اصلا اروح اسوي، لان انا اصلا الموضوع كله ما كان عاجبني. اما اذا بيجيني شخص يبي ما يحترمني، يبي يطلعني او يبي يشوه صورتي، او عباله اني بتاثر فيها الكومنتات اللي انا اعتبرها سخيفه، فهذا الشيء الصراحه يا عكسي، لان كل الناس ردوا موقف جدا سخيف وحركه اسخف. هالشيء مع الاسف في ناس لما يكون عندهم مشاريع او شركات وبزنسز، في حركات معينه يسوونها مع ناس تيهم باثر بشكل غلط وعكسي، ممكن ياثر عليهم ويطلعهم في شكل بايخ. مو انا اللي شكلي راح يطلع بايخ، وما احتاج اني ابرر على موضوع يعني انا اشوفه سخيف جدا. فكلامي اليوم انه اول شيء حبيت اشكر البنات، يعني ده خبر اكيد شفته النهارده. القبض على رجل الاعمال عبد اللطيف الصراف زوج الفاشونيستا فاوز الفهد واحالته الى السجن المركزي. راح السجن المركزي لاصدار شيكات بدون رصيد بمبالغ ضخمه. دي صورة فوز الفهد. وصلت لحد هنا، ما تنساش عنه بالله وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد.